بعد عودة الأستاذ الكاتب والأديب محمد خليل من العمرة، ولأول مرة بعد الحضور ألتقي به في البصرات. بصراحة أنا في قمة السعادة بأمانة يعني يا أستاذ محمد. البصرات دي كلها عمرها ما تنسى أفضلك عليها. وأنا عايز أنوه وأقول حاجة، يعني هو والله قسما بالله فوجئ إن أنا بسجل، بس أنا عايز أوضح معلومة. أستاذ محمد خليل الكاتب والأديب شخصية لن تتكرر في تاريخ البصرات والله، وليست مجاملة. أستاذ محمد خليل زي ما ذكرت في سيرته في كتابي البصرات حضارة وتاريخ، وطبعا ما ذكرتش إنجازاته في البصرات وفضله في إن هو أول من سعى لوجود بيت ثقافة في البصرات وقدم خدمات كتيرة جدا جدا جدا. بصراحة يا أستاذ محمد، أنت النهاردة فرحتنا إن إحنا شفناك، وما تقطعش، والبصرات بتحبك، وكل الناس فعلا ما عرفناش قيمتك الا لما سبتنا ورحت وبعدت عننا شويه. خد يا استاذ سعيد، انا عايز اخد صوره مع الاستاذ محمد خليل. نصور فيديو زي ما هو كده، ها؟ انا عايز الاستاذ محمد بقى يقول كلمه للبصرات، لاهل البصرات بعد